بقول لك يا عمر، انا شايف بانك تنسى موضوع عثمان شويه. الموضوع عدى عليه كذا شهر، لو كان عايز يوصل لك كان وصل لك. هو انا يعني يا باشا خايف منه؟ ما يوصل لي. انا ما قلتش انك خايف منه، بس انا شايف ان تركيزك الشديد قوي انك تمسكه مخليك متوتر طول الوقت وما انتش عارف تفكر، وده غلط يا عمر. شريف بيه ما هو برضه يعني مش شبح. ايه ما بيغلطش؟ مفيش خيط يوصلنا ليه. كل اللي قبضنا عليهم قطع لهم لسانهم. الله. اللي زي عثمان ده جنونه بيصور له ان عمره ما هيتمسك، وده اللي هيخليه يغلط. وما تقلقش، هيقع. بس لازم تعرف برضه ان في ملفات تانية في القطاع غير عثمان ده. اتفضل اقرا الملف ده كويس وذاكره. لا شريف باشا بعد اذن سيادتك من فضلك يا عمر اسمع الكلام اللي بقول لك عليه. هو مش ساعتك. ايه يبايعك على الصمت والموت دون كلام. أصيب 10 آخرون جراء انفجار قنبلة. وأن نطيعه فيما يكلفنا به من الأمر على المنشط والمكره. يبايع الظافر على الطاعة وأن نسلم له النظر في أمر نفسي وأمور المسلمين. إخوتي في الله، لقد اخترتموني ووليتموني ولست بأفضلكم. إن اسم الظافر ليس مجرد اسم، بل هو الغاية المراد الوصول إليها. سنحرر مصر إن شاء الله من الضلال ونباركها دولة إسلامية، وما ستشهدونه اليوم ما هو إلا البداية. اسم الظافر ليس مجرد اسم، بل هو الغاية المراد الوصول إليها. سنحرر مصر إن شاء الله من الضلال ونباركها دولة إسلامية، وما ستشهدونه اليوم ما هو إلا البداية. ولله الأمر من قبل ومن بعد. اللي بيحصل ده اسمه فشل. هدي نفسك يا شيخ، انا برضو مش مهندس صواريخ. ولما انت مش مهندس صواريخ ليه قلت انك تقدر تعملهم؟ طلبت شهر والشهر بقى 3 ولحد النهارده ما صنعناش صاروخ واحد. الموضوع مش سهل زي ما انت فاكر. بقول لك ايه، انا ما عنديش وقت للي انت بتعمله ده. هتقدر تصنع الصواريخ قول، مش هتقدر برضه قول، نشوف حد غيرك. انا مش هسمح باللي بيحصل ده. اللي تشوفه يا شيخ. اللي انت تشوفه. قدامك يومين وترد عليا، هتقدر ولا لا؟ سامع؟ سامع يا شيخ. نعم. رجب بره. رجب مين؟ القناص اللي بعته الشيخ حسان. اه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ رجب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حسان بيشكر فيك وبيقول انك افضل قناص عنده. ده بفضل الله وبركته. ونعم بالله. يلا يا نور انا ماشي. عايزه حاجه؟ عمر ثانية واحدة.
بقول لك انت كويس؟ انا كويس، مفيش حاجه. ليه، في ايه؟ مش عارفه، حاساك متغير اليومين دول. في حاجه مخبيه عليا؟ انا عمري خبيت عليكي حاجه برضو. هو بس ضغط الشغل مش اكتر. انت عارفه شغلانتنا. ماشي، هعديها لك، بس لازم تعرف ان انا جنبك وجاهز اسمعك في اي وقت تبقى قادر تتكلم فيه. وكمان لازم تعرف ان اي حاجه مهما كانت احنا نقدر نعديها مع بعض. عارف كده ولا مش عارف؟ انا كل اللي اعرفه ان انا متجوز ست بس ب 100 راجل. باي. أرض لك يا عمر بيه. يا زوز، ولا يهمك، كده واحده قصاد واحده. اللي جايه بقى هتقول مين اللي يكسب. أنا برضو اللي هكسب، أنت مش هتكسب تاني. يا سيدي على الثقه. ما تاخدش على كلامي، بس يمكن أنا متأكد إن نفسي أطول من نفسك شوية. طب ما انا كمان نفسي طويل يا عم زياد، وطالما كسبتك مره هكسبك تاني. هنشوف. السلام عليكم. هو الواد زياد ماله يا كابتن مصر؟ معرفش ماله، ده كان بيضرب فيك اكنك عدوه. مش متجوز؟ امال ايه اللي كل شويه في التليفون ايوه يا حبيبتي ايوه يا حبيبتي؟ انت ايه يا فندم؟ مصاحب وعلى وش جواز ولا ايه؟ صاحب ايه يا جدع انت؟ قول بس يا شريف بيه، ده انا ساتر وغطى عليك، ما تقلقش. يا ابني افهم، اللي بكلمها دي تبقى امي. لا مؤاخذه يا فندم. لا ولا يهمك. انا اصل اختي لما اتجوزت سافرت مع جوزها، وبعديها بفتره صغيره كده والدي توفى، فامي ما عادلاش حد في الدنيا غيري. بصراحه كل ما اجي افكر في الجواز بلاقي يعني اللي هتجوزها دي مش مرحبه قوي انها تعيش مع امي في بيت واحد. فقلت خلاص بلاش بقى فكره الجواز دي خالص، خليني قاعد مع الحاجه اخد بالي منها. ربنا يحفظها ويخليها لك يا فندم. امين يا رب. سيبك مني انا بقى. طبعا انت مش عارف تركز في حاجه تانية خالص غير في موضوع الظفر بس، مش كده؟ شريف بيه، احنا الموضوع ده ابتديناه مع بعض، فلازم نقفله مع بعض. بعد اذن سيادتك يا فندم، انا عشمان ترجعني الملف دوت اشتغل فيه مع سيادتك تاني، وان شاء الله هنوصل له. بعدين يعني ما ينفعش يبقى هو بيدور عليا وانا ابقى شغال على ملف تاني، ده حتى هيبقى عيبه في حقي. ترضاها لي؟ لا يا عم عمر، ما ارضاهالكش. طيب. ماشي، اعمل حسابك بكره في اجتماع تحليل الفيديو. احنا كمان مسكنا واد اسمه سامح، شاكين انه كان بيصور القطاع من بره. الواد ده شكله عيل من العيال بتوع الظافر دول. انا بكره هديله وش وابدا احقق معاه، وانت لو وصلت لاي حاجه بلغني على طول. طب ايه رايك اعزمك على العشاء، ناكل لقمه حلوه وبعد كده نقعد نرغي شويه مع بعض؟ انا انت فاضي بقى؟ ماشي، يلا شوف هتعشينا ايه يا عم. الاكل حلو هنا؟ كل حاجه موجوده يا باشا. مسهل. من فضلك.